نأكد لك مليون باش تولي تعمل المخارق التونسية وإلا المخارق سبيسيال وحدك في الدار، طريقة سهلة وناجحة من أول مرة، تجيك هشوشة وياسر بنينة، تتقرمش من برا ومعسلة من داخل، تحلي بها مع قهوة في سهرية رمضان نودك ولا نشهيك. سجل الروسيت عندك وتبعني. وباش تجيك المخارق ناجحة لازمك تخليها ترتاح في راحتها. في معون يكون واسع كيل 3 كيلات سميد يكون أرطب، رشة ملح وكيلة سمن. كما عندكش سمن نعوضه بزيت زيتونة وإلا تخلط بين الزيت النباتي وزيت زيتونة، تحط رشة ملح وتوا تصب السمن. وباش تبسس السميد متاعك بالقدا باش تعرف انه كمية السمن كافية، كعبر سميد بيدك لين تتشكل لك كعبورة. من بعد تلم السميد وتغطيه بالبلاستيك ومنديلة وتخليه 24 ساعة يرتاح. من بعد 24 ساعة في كاس تصب مغرفة صغيرة خميرة خبز، مغرفة صغيرة سكر وما يكون دافي، تخلطهم بالقدا وتخليهم على جنب. وتوا تجبد السميد اللي يرتاح 24 ساعة، وكما تشوف فيه باش يجي كتلة واحدة، تحاول تحلو بيديك. وهنا كما تشوف زدت لوز مرحي كمية صغيرة وأصفر عظم عربي، راهو اختياري، تنجم ما تحطش. خلط كل شيء مع بعضه وابدا زيد الماء بشوي بشوي ولم العجينة. إذا استحقيت ماء تنجم تزيد ماء دافي لين تتلم عندك العجينة. في المرحلة هذه تنجم تعجنها بيديك 10 دقائق وإلا تحطها في العجينة تعجنها مليح، وهكا تتحصل على العجينة طرية ورطبة. وتعود تغطيها بالبلاستيك ومنديلة وتخليها ترتاح ساعتين وإلا أكثر. تتعدى تحضر العسل في كاسرونة، تصب كيلو سكر عليه 650 مليلتر ماء، ترونش قارص وإلا عصرة قارص وتحطه على الغاز يطيب. لازم نتحصلوا على العسل يكون ثقيل. وهذه العجينة بعد ما خمرت خليتها 3 سوايع كما تشوفوا فيها ما شاء الله خمرت بالباهي. نكعبرهم مكعبر متساوية ونغطيهم بالبلاستيك باش ما تشيحش العجينة. ونبدأ في أول واحدة. حضرت الزيت خليته يسخن على نار متوسطة، تجبد أول كعبورة وتبدأ تروليها وتشكلها على شكل كعبة المخارق، ترص عليها شوي وبصبعك، ما تستحق حتى حاجة أخرى باش تنقبها وتهز تحطها في الزيت يكون سخون على نار متوسطة. تكمل الكعيبات الكل بنفس الطريقة، كل مرة تحرك كعيبات المخارق ما تغفلش عليهم لين يطيبوا من جهتين ويحمروا بالباهي. تحطهم ديريكتومون في العسل، والعسل بطبيعة يكون بارد، تخليهم لين يتعسلوا بالكدا ومن بعد تحطهم في صفاية باش يخرجوا العسل الزايد الكل. وتنجم زادة تعمل المخارق المدورة، كعبورة تحلها شوية بيديك وتنقبها من الوسط بنفس الطريقة بصبعك وتحاول تحلها شوية بيديك، راهي سهلة، العجينة ياسر طرية باش تساعدك بالكدا. تحطها في الزيت تطيبها وتكمل الكعيبات الاخرين. وهذه كانت الروسيت متاعنا لليوم، ان شاء الله عجبتكم وتجربوها وصحة وبشفاء.